بصراحه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى او حتى مش منطقيه. اتكلمنا المره اللي فاتت ان الخير متوزع عند البشر، وال 24 قيراط اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهم العادل سبحانه وتعالى، العدل جل في علاه، موزع الخير في وسط الناس. فتلاقي واحد غني وفي نفس الوقت ممكن يكون ما عندوش ميزه ثانيه، او عنده الميزتين دول وصحته ممكن تكون اقل شويه، او حد عنده كل حاجه. ربنا يفعل ما يشاء، لكن في الاخر ما فيش حد كله عيوب. ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. فقد ترى انسان، ده مبدا في بعض الحاجات الايجابيه وبعض الحاجات السلبيه، وكل حاجه بتشيل بعضها. اتكلمنا المره اللي فاتت عشان برضو الشباب اللي ما شافوناش عن جواز الصالونات، وازاي ان ده شيء مناسب. اوعى ترفضه او تقول البنت انا مش بحب حد يجي يتفرج عليا. محدش بيتفرج على حضرتك، وانما دي طريقه للتعارف في وسط العائلات، مش تدبيسه لا للولد ولا للبنت. اتكلمنا عن الاخلاق، ان مهم جدا يكون في اخلاق، وقلنا الحد الادنى من الاخلاق الصدق، وان يكون بالذات عند الراجل يكون عنده مسؤوليه ومستقر في شغله. وشوفي ازاي بيتعامل مع بنات العيله، اخته وامه مثلا. هتشوفي صوره مستقبليه لتعاملاته معاكي عن طريق تعاملاته مع بنات العيله. واتكلمنا برضو عن البنت بتبان اخلاقها من حيائها وهي قاعده في القعده، ومن طريقه كلامها على اهلها واحترامها لابوها واخوها وامها. برضو انت بتشوف صوره مستقبليه هتعاملك ازاي. اتكلمنا عن الصلاه، اقل حاجه في الدين، ما ينفعش واحد ما يكونش بيصلي. وبعدين اتكلمنا عن الحجاب، وبعدين جات لي بعض الاسئله. انت قلت لنا في الحلقه اللي فاتت ان ينفع الواحد يتجوز بنت مش محجبه. ايوه يا جماعه، ركزوا معايا كويس. انا قلت ان البنت اللي مش محجبه اوعى تقول دي بنت ما ينفعش حد يتجوزها. ما حدش يحكم على الناس يا جماعه. انا ما قلتش انها ما تحجبش، لكن انا قلت في مقياس الجواز هل في بنات مش محجبات كويسين؟ كتير جدا، وناقص لهم تكه صغيره او ناقص لهم خطوه صغيره ويتحجبوا. لكن في فرق ما بين تروح تقدم لواحده ما تكونش محجبه ومش فارقه معاها ومش عايزه وبتتريق على الحجاب. انا بقول لك لا، ما تروحش، لان التريقه على فرض زي ده او عدم التفكير اصلا في فرض زي ده برضو دي حاجه تخوف في ازاي هتربي الاولاد وازاي هتعاملك وازاي هنتقي ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو اهلها بيشجعوها وهي نفسها بس ناقصها الخطوه، ما حدش قال ان دي تبقى بنت مش كويسه. وكذلك اللي بيشرب سجاير، برضو سالوني الناس اللي يشرب سجاير، فاتكلمنا ان احنا محتاجين نتفق معاه انه يبطل سجاير، زي ما محتاجين نتفق مع البنت اللي مش محجبه اتحجبي عشان انت هتكوني في ميزان حسنات او سيئات جوزك. فبرضه عايزين نتفق مع اللي يشرب سجاير ارجوك علشان يتم الجواز يا ريت، عشان ده حتى صحيا واقتصاديا، حتى عشان اولادك اللي بتربيهم يا ريت بلاش. وبعدين اتكلمنا على الاجتماعيا، مهم جدا يكون في توافق اجتماعي عشان هنربي الاولاد بنفس الطريقه ونتعامل بنفس الطريقه. وبعدين اتكلمنا عن الفلوس، وقلنا ارجوكم لو هو مستقبله واعد، يعني بيشتغل في شغل مستقر في شغله، عنده دخل يفتح بيت، عنده شقه ولو حتى مش كبيره، وممكن حتى كمان تكون بالتقسيط لكنه قادر على تكاليف الجواز، ارجوك يا حما، سواء الحما اللي هو ابو البنت او ابو الولد، ارجوك ما تقيمش الناس بالفلوس بس، لان في ناس ممكن يكونوا ماديا وهم صغيرين مش اغنياء لكن مستقبلهم كويس. فما دام الموضوع شكله مبشر يبقى ارجوك لو سمحت ساعد واقبل، لكن اهم حاجه يكونوا اجتماعيا ودينيا متوافقين مع بعض. ده كان ملخص سريع. اتكلمنا على الشكل بسرعه، هنعيد تاني الكلام عن الشكل ان شاء الله المره دي. فهنروح مع بعض الفاصل صغير، ويلا نكمل الخطوات واسئلتكم الكتيره عن ضوابط فتره الخطوبه. فهسيبكم في فاصل تصلوا على النبي ونتقابل بعد ثانيه واحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. المره اللي فاتت اتكلمنا بسرعه جدا عن موضوع الشكل، وصراحه الحلقه كانت قربت تخلص، فانا محتاج اديله برضو وقت شويه. شوفوا يا جماعه، الإعلام سواء الأفلام أو التمثيليات أو الأغاني للأسف الشديد من أحد سلبياتها إن هي خلت مستوى البحث عن الشكل عند الولد بالذات وعند البنت أصبح مستوى عالي قوي، واصبح كل واحد فيهم بيبقى رايح متحفز هيشوف لازم تكون البنت شكلها حلو قوي قوي قوي، والولد يكون جسمه كويس قوي وشكله حلو قوي قوي، بحيث ان انا اكون فخور بيها قدام الناس وقدام نفسي. بس للاسف الشديد المستوى عالي جدا بسبب كثره رؤية الناس اللي بتطلع في التلفزيون بيحاولوا يجملوا شكلهم قوي. فللأسف الشديد بسبب قلة غض البصر عند كثير من الشباب والبنات أصبح المستوى عالي والتوقع عالي قوي. وأنا بقول إن الجمال دي حاجة مطلوبة ومهمة قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن المرأة بتنكح يعني بتتزوج من أجل أحد الأسباب الجمال ما أنكرش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين أهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يمكن الموضوع ده أقل شوية في تفكير البنات في الولاد، لكنه برضو أصبح موجود. سهل قوي يا جماعة المثال اللي جاي ده، الوردة يا جماعة الصناعي، الوردة الصناعي ممكن يكون شكلها حلو من بره، لكن عمر ما نحلة تقف عليها لأن ما فيهاش من جوه رحيق
وبرضه ما فيهاش ريحة حلوة، ممكن ما تنتفعش بيها إلا كشكل، لكن لو عايز تستفيد بأي حاجة تانية مش هتلاقي. لكن الورد الطبيعي اللي ممكن يكون، وفي الغالب ان شاء الله يكون شكلها احسن من الصناعي، لان الريحه بتاعتها اهم والرحيق اللي جواها اهم. عشان كده العشره وجمال القلب وجمال الروح احلى بكتير من جمال الوجه او جمال الجسد. وان كان ده مهم، لكن ارجوك ما تركزش بس، وارجوكي ما تركزيش على الولد اللي تبقى ماشيه معاه فصحباتك ينبهروا بيه. صحباتك مش هيروحوا معاكي البيت ويشوفوا هو حنين ولا مش حنين. فارجوكم يا جماعه يكون الشكل ده مش رقم 1 ولا رقم 2. خلي المستوى الاجتماعي والتقارب في التفاهم الاجتماعي ده مهم قوي رقم 1 جنب الدين. مهم قوي يكون محقق مبادئ الدين بحيث يصلح انه يعاملني بالدين ويتقي ربنا عز وجل وتتقي هي ربنا فيك، وعلشان نتفق على تربية اولادنا بطريقة ترضي ملك الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه.